أهلا فيكم بفيديو جديد. وصفتنا لليوم فطاير بالجبنة كتير شهية وسهلة التحضير بعجينة كتير طرية وقطنية. حتطلعوا فطاير بالجبنة ولا أطيب. كتير مناسبة لأجواء الشتاء، فيكم تحضروها وجنبها كباية من الشاي. عن جد على الفطور بتطلع كتير طيبة. بتمنى الوصفة تعجبكم وتحبوها، وياريت كالعادة ما تنسوني من اللايك والشير. وخلونا ننتقل سوا لطريقة التحضير. بالنسبة لمكونات العجينة حنحتاج لكوب من الحليب السائل الدافي، معلقة كبيرة من السكر، معلقة وسط من الخميرة الجافة، تلت كوب من الزيت النباتي أو أي نوع زيت بتحبوه، كوبين ونص من الطحين، وبدنا نضيف على الطحين رشة من الملح. بوعاء بدنا نسكب الحليب ونضيف عليه زيت السكر والخميرة. منقلبهم مع بعض كتير منيح لحتى يدوب السكر عنا تماما، ومن بعدها مننزل عليهم الطحين. ونقلتهم على العجانة وعجنتهم حوالي 8 دقايق، وعلى الإيد حوالي 10 دقايق لحتى يتشكل عندكم عجينة بتلزق عنا شوي، وبنفس الوقت كتير طرية وناعمة. وإذا كانت كتير عم تلزق يعني محتاجين حوالي المعلقتين من الطحين ما أكتر، يعني على حسب نوع طحين بيختلف. من بعدها منكورها كتير منيح على شكل كرة، وبدنا نوضعها بالوعاء اللي بدنا ندهنه أكيد بالزيت، وبدنا نتركها تختمر عنا حوالي ساعة أو ساعتين على حسب درجة حرارة الغرفة عندكم. أكيد منغطيها كتير منيح بالبلاستيك الغذائي، ونوضعها بمكان دافي لحتى تتخمر. هيدي هي العجينة من بعد ما تضاعف حجمها. بدنا نوضعها على سطح العمل ونبلش نكورها. قطعت العجين ل8 قطع متساوية. فيكن تزينوهن على الميزان أكيد إذا متوفر عندكن أو على النظر. من بعد ما قطعناهن بدنا نلم العجين على بعضه بهيدا الشكل، يعني بدنا نعمله كرة، وبدنا نترك الكرات يرتاحوا عنا كمان حوالي 10 دقايق. بهيدا الشكل منغطيهن كمان حوالي 10 دقايق لحتى ترتاح العجينة عنا. ومن بعدها بنبدأ عملية التشكيل. خدت قطعة وأكيد منغطي الباقيين لحتى ما ينشفوا. منمدها بواسطة إيدنا، ما بنضغط عليها كتير منيح، وبواسطة الشوبك بدنا نمد العجينة. وطريقة التشكيل مثل ما أنتم بتحبوا، أنا اعتمدت هيدي الطريقة، شكلها حلو وكتير سهلة وبسيطة. وللحشو استخدمت جبنة الموتزاريلا، وفيكن تضيفوا عليها أكيد الجبنة العكاوي، أو شوي من السمسم من الزعتر، يعني الحشوة مثل ما أنتم بتحبوا. من بعدها عملت خطوط بالعجينة بهيدا الشكل، وبعدين بدي لفها على بعضها. وبالأخير أكيد منشد عليها كتير منيح لحتى تلزق ما تفتح عنا عند الخبز.
من بعد ما جهزت كل الكمية كمان بدنا نتركهم يرتاحوا عنا بدرجة حرارة الغرفة لحد ما شوي يتضاعف حجمهم، يعني حوالي نصف ساعة. من بعدها بندهنهم بشوي من الحليب ومنضيف عليهم السمسم أو حبة البركة، ومندخلهم على فرن محمى مسبقا على 200 درجة. وضعتهم على الرف من تحت حوالي 15 دقيقة لحتى استووا وأخدوا لون. من بعدها طفيت الفرن من تحت، شغلته من فوق ونقلتهم على الرف اللي من فوق حوالي 3 دقايق لحتى أخدوا هيدا اللون الأشقر الحلو. منغطيهم شوي يعني حوالي 10 دقايق. ومن بعدها منقدمهم. شوفوا معي العجينة قديش طرية، عن جد فطاير كتير طيبة، ومثل ما لاحظتوا كتير سهلة وسريعة التحضير. حطلعوا فطاير كتير طيبة جنب الشاي إذا بتحبوا تقدموها. بتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم وحبيتوها، وانطروني دائما بوصفات بعد أحلى وأطيب. ويلا باي باي.